3 شخصيات هتشوفهم في الجيم في مصر، ولو ما شفتهمش خفف وزن والعب صح. 1 الفتاي، وده غالبا شخص دخل الجيم قبلك بيومين بس حس انه عنده خبرات عايز ينقلها لغيره. انا ما عنديش مانع لو النصيحة دي كانت صح، بس النوعية دي بتقول اي هبد. كوتش اضغط على الظهر علشان عضلة الباي تبان، بدل ما انا اتك على ظهري اتك انت على مخك وسيبني اتمرن. اللي بيعملوا اصوات غريبه في التمارين، وده اكتر نوع ببعد عنه في الجيم لانه ممكن يخضك ويوقع الوزن عليك. بتلاقيه مره واحد كده بيهلفظ بكلام غريب، اوه دبابه. هو انت حضرتك ملبوس؟ هو انا فاهم ان لو ناس بتلعب باوزان كبيره ممكن تعمل كده، انما ليه واحد بيعمل الاصوات دي وهو ماسك لي دمبل 5؟ 3 اللي بيجي يتصور في الجيم، والشخص ده بقى بيختار الجيم حسب المكان وحجم المراية، حسب أماكن التصوير يعني، ومش لازم الأجهزة والكلام ده خالص. وهو عنده جدول تمارين مختلف عننا خالص، يعني النهاردة عنده ظهر وفوتو سيشن، بكرة عنده دراع وصورة من الجنب.